القانون لا يحمي المغفلين. دكتور بهجت كان بيتفرج على حفل اطلاق اكسير، عروض الاحلام، سنتين بنزين ببلاش و3 سنين صيانه ومحطه شحن وكابل منزلي هديه لاول 100 عميل. اجري ادفع العربون. كام؟ مليون جنيه. 1000 مليون مبروك، انت رقم 15 وهتستلم من اسبوعين ل 40 يوم، ويخلص ل 40 يوم ويعدي 4 شهور، فتحصل ازمه الدولار والشحن، ويتفاجئ العميل انهم بيقولوا له انت رقم 20. ليه مش كنت 15؟ اصل العربيات لسه ما جاتش. وبعدها يتفاجئ الدكتور ان العربيات نزلت عند الموزعين وباوفر برايس، فيجري على التوكيل فيقول له مش هنعرف نوعدك بحاجه والله، لو مش عاجبك خد فلوسك. يا نهار ابيض، يعني ياخدوا فلوسي يستثمروها 4 شهور ويروحوا يجيبوا بيها عربيات ويبيعوها باوفر برايس عشان يكسبوا تاني، ويقول لك بكل بساطه خد فلوسك اللي قيمتها قلت 30%. طب هو الدكتور مغفل فعلا عشان ما خدش عقد واكتفى بايصال دفع العربون؟ الحقيقه لا، لانك مش مطالب تمشي بمحامي في ايدك وانت رايح تشتري عربيه، والقانون بيحمي المواطن البسيط من تلاعب الشركات الكبيره، بس لازم يبقى عارف حقه. وفي العموم بقى عشان كله يبقى عارف حقوقه، مش اتهام ولا حاجه. طبقا للماده 14 من قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018، لا يجوز لاي شركه الاعلان عن مسابقات او عروض الا بعد اختار الجهاز والحصول على موافقه رسميه منه. فلو مفيش اختار الشركه هتتحاسب. طب لو في، المفروض حمايه المستهلك يكون معاها قايمه بال100 شخص اللي كسبوه مثلا. اما بالنسبه لو في تلاعب في الارقام، يعني مثلا بقيت رقم 20 بعد ما كنت 15، نفس القانون برضو بيسميها جريمه تلاعب، غرامتها بتوصل ل 2 مليون جنيه. في حاله لو العربيه جت وامتنعوا عن تسليمك، فاحنا قصاد جريمه برضو اسمها حبس السلع في الماده 8، فيها برضو حبس وغرام. اما بخصوص ان مفيش عقد، فده قانونا خطأ من الشركه المفروض تتحاسب عليه، لان فيديوهات اعلان المسابقه في حد ذاتها عقد ومعاها الوصل اللي بنفس تاريخ الاعلان، والوصل في حد ذاته بيعتبره القضاء بمثابه عربون، لانه اكيد مش قرض من العميل ولا هديه منه للشركه. وطبقا للماده 103 من القانون المدني بيقول ان دفع العربون معناه ان العقد اصبح باتا، وفي الحاله دي لو الشركه عايزه ترجع في كلامها هيكون في غرامه قد العربون. يعني لو العربون مليون جنيه ففي غرامه مليون جنيه زيهم، يعني هيترد للعميل 2 مليون جنيه، وده برضه طبقا للقانون. ونصيحه، محدش يشتري سمك في ميه، لان حتى لو القانون معاك فهتخسر وقت وفلوس، فاشتري العربيه لما تكون واقفه قدامك فعلا. وانتوا قولوا لي رايكم وتجاربكم عشان الناس تتعلم ودكتور بهجت يرجع له حقه. سلام.